الضرائب، يعني الغاها بالنسبه لهذه الفئات هذه، للفئات الغاء ضرائب الجبايه على الفئات هذه ذات الدخل المحدود. نفس الشيء بالنسبه للمنح التي يعني في بعض من الفئات تحتاج اليها، مثلا كما الشباب البطال، يعني سابقا تكلمت على هذا، كما المراه الماكثه في البيت وراه يوعد باش ان شاء الله يزيد فيها، رفع ما ننساوش ثاني كذلك الاجره السميك الى 40,000 دينار. اذا كل القضايا هذه ستعزز القدره الشرائيه للمواطن وستمكنه ان يعيش عيش مقبول، ولكن هو دائما راهو يحاول كيفاه بتقويه الاقتصاد الوطني، بتقويه المداخيل، ان شاء الله تحريك الاله الاقتصاديه، والحمد لله كاين مشاريع كبرى ربما بعد نتحدثوا عليها. اذا سيتمكن من ان شاء الله يعني وضع كل المواطنين في اوضاع تاع العيش الكريم ان شاء الله، ما يبقاوش دائما يمدوا ليه يد ولا يبقاو يحتاجوا ولا يبقاو سوء التفاهم. ان شاء الله تكون الدوله راقيه فيها يعيش المواطن يؤمن بدولته، وهذا هو الشيء اللي